الزوج اللي رامي عياله راح اتجوز ورمى عياله، راح اتجوز، دي قصه تاني، مش هي دي مشكلتها ان هو يرمي عياله يخلف والجده هي اللي تشيل. لا، ده عقابه كبير عند الله سبحانه وتعالى. ده كل راعي مسؤول عن رعيته. انت حضرتك متخيله ان انت العيال اللي جبتهم الى الدنيا دول جبتهم وهترميهم كده؟ هي سايبه. الله سبحانه وتعالى لا ينسى، وهتشوفي بعينيك علشان خاطر بس ان هو مش قادر يتحمل مسؤوليتهم، ولا بينه وبين امهم مشاكل فيرميهم. الله لا يرضى بالظلم يا حبايبي، ايا كانت الدوافع. اتجوزت واحده تانية وبقى عندي بيت تاني فمش قادر اصرف على البيتين، فيرمي الاولى عشان خاطر يصرف على التانية. حرام. ده انت اصلا حتى لو فكرت تتزوج من امراه تانية وتفتح بيت تاني، لازم شرط القدره يكون موجود انك تقدر تصرف على البيتين. ترميهم عشان تصرف على البيت التاني حرام. هتروح من ربنا فين؟ تحرم عيالك منك وانت عايش، تحرم عيالك من خيرك وانت عايش، يصرف عليهم خالهم وتصرف عليهم جدتهم، ولا يصرف عليهم جدهم وانت عايش. هي دي الرجوله؟